من 7 سنين كده كنت عملت ميه وغذاء في عيني، بس بعدها على طول ما اتحسنتش. يعني لما بعدها تمر عيني مصر، تمام. فتابعت مع دكتور بره شويه، فاداني علاج وبتاع، وفي الاخر قال عينك خلاص. اسمي ابراهيم احمد محمد الجليل. من 7 سنين كده كنت عملت ميه وغذاء في عيني، بس بعدها على طول ما اتحسنتش. يعني لما بعدها تمر عيني مصر، تمام. فتابعت مع دكتور بره شويه عندنا في البلد يعني وكده، فاداني علاج وبتاع، وفي الاخر قال عينك خلاص. بصراحه ما قابلت الدكتور هشام، قلت انا هسلم الامر لله ولله، فشوف الصالح معايا اعمل. فانا كنت متحول اساسا على اساس تغيير قرنيه، فهو قال لي بصراحه فيه هنزرع لك خلايا، نعمل لك زرع خلايا، ان شاء الله يعني يعتبر نجاح، يعتبر 80%. انما القرنيه لو زرعنا قرنيه عاديه ممكن جسمك ما يقبلهاش، وده اللي حصل فيه. فالحمد لله فضل من ربنا. الحمد لله فضل من ربنا، ما خدناش يجي ربع ساعه او 10 دقائق كتير. تقدير موضعي، يعني حاجه زي القطر. والله العظيم انا روحت من بعد من هنا مارست عملي عادي في بيتي يعني، او في كده عادي. جميل ما شاء انا الله. بعد ال4 ايام الاولانيين اللي حضرتك انت يعني قلت رايح فيهم، دول اللي ريحتهم، وبعد كده طلعت الشغل عادي. انا تقريبا 25 يوم. النظر الحمد لله فضل من ربنا، ما كنتش مشغول. انا بصراحه والله يعني حضرتك كنت ببقى قاعد بيني وبين الواحد متر شايفه، بس ما اتحجبش منه ان هو مين. دلوقتي الحمد لله عمل توازن معايا كويس. انا بشكر الدكتور هشام غريب بصراحه. الراجل ده يعني يعتبر من احسن الناس او اطيب الناس اللي انا شفتهم. والله والله العظيم ما هي مجامله. انا مبسوط ان ربنا كرمني بحضرتك، وعملت لي اللي انت يعني اللي انت شفت الصح معايا. الحمد لله. الحمد لله فضل. شكرا.